ساعات بنبقى في وسط الزحمة وسؤال بسيط بيجي فجأة يهزنا. هو أنا فيا إيه غلط؟ سألتي نفسك السؤال ده قبل كده؟ في نص الليل وإنتي مش عارفة تنامي من كتر التفكير، أو بعد ما اتعصبتي على حد بتحبيه ورجعتي لومتي نفسك، أو إنتي واقفة قدام المراية وحاسة إنك تايهة ومش عارفة إنتي مين أو عايزة إيه. الإحساس ده بالخضة اللي في القلب من غير سبب، بالتوتر اللي شادد رقبتك وكتفك، بالإرهاق من مجرد التفكير في بكرة، أنا عارفاه، وعارفة إنه بيخليكي تحسي إنك لوحدك في معركة صامتة محدش شايفها. عشان كده أهلا بيكي في بيتك، في بداية رحلة الوعد. هنا هنمشي سوا خطوة بخطوة في رحلة نعرف فيها نفسنا، نطبطب على قلوبنا، نعيد علاقتنا بنفسنا من أول وجديد. أنا هنا النهاردة عشان أقولك أول وأهم حقيقة في رحلتنا دي: مفيش فيكي أي حاجة غلط أبداً. انتي مش ضعيفة ولا قليلة ولا مقصرة، انتي بس إنسانة، وإنسانة جواها صوت بقاله كتير بيحاول يتكلم وانتي مش بتسمعيه، والنهاردة هنسمعه سوا. تعالي نفك شفرة الصوت اللي جوانا. الصوت ده مش بيتكلم لغة واضحة، بيتكلم بلغة المشاعر اللي بتلخبطنا. تعالي نكرجمها. لما تحسي بالقلق، ده مش ضعف، دي رسالة من روحك بتقولك: أنا خايفة من المجهول، أنا محتاجة أحس بالأمان. القلق هو شبح كلمة يمكن أفشل، يمكن ما يحبونيش، يمكن معرفش. ولما تحسي بتوتر في جسمك، ده مش مرض، ده صدى صوت الرسالة دي. ده جسمك بيقولك: أنا مرهق من حالة الطوارئ المستمرة دي، أنا محتاجة أرتاح. ولما طاقتك تخلص وتلاقي نفسك عصبية، دي مش قلة ذوق منك، دي الكوباية اللي اتملت على آخرها وما بقاش فيها مكان لنقطة زيادة. دي طاقة الخوف والقلق اللي ما لقيتش مخرج غير ده. والكارثة الحقيقية إننا بنبص لكل ده ونلزق عليه تكت واحد: أنا ضعيفة. وبدل ما نعالج السبب، نقعد نجلد في نفسنا، والصوت اللي جوانا بيعلى أكتر. الحكاية دي مش حكايتك لوحدك، دي حكاية سلمى. خليني أعرفك على سلمى. وسلمى دي ممكن تكون أنا، أو إنتي، أو جارتك. ست ناجحة من بره، لكن من جوه في حرب أهلية. سلمى حكت لي عن ليلة قضتها صحية. قالت لي: كنت على السرير والدنيا ضلمة وهدوء، إلا دماغي كانت ساحة معركة. أفكار عن الشغل، عن فلوس المدرسة، عن ابني اللي سخن امبارح، عن الكلمة اللي اتقالت لي الصبح وما ردتش عليها. بحس إني بغرق في تفاصيل، وكل تفصيلة أكبر من اللي قبلها. وكل ما تحاول تهدي نفسها وتقول خلاص نامي، قلبها يدق أسرع، وتحس إنها لوحدها في الكون شايلة هم الدنيا كلها على كتفها. والنتيجة بتصحى تاني يوم مرهقة، طاقتها صفر، وأي موقف صغير بيخليها تنفجر. وقالت لي: أنا مش عايزة أكون كده، بس مش قادرة أوقف دماغي. الجملة دي كانت أكتر جملة وجعتني. سلمى كانت بتشخص حالتها غلط، كانت بتقول لنفسها أنا ضعيفة، لكن التشخيص الصح كان أنا مرهقة وحاسة بالوحدة ومحتاجة أحس بالأمان. شفتي الفرق؟ الفرق ده هو بداية الحل كله. إزاي تكوني أنت الحضن الآمن لنفسك؟ الحل مش إننا نمحي المشاعر دي، الحل إننا نغير رد فعلنا تجاهها. بدل ما نحاربها، هنحتويها، وب3 خطوات بسيطة وعملية جدا، زي الإسعافات الأولية لروحك. حضن النفس، دقيقة واحدة بس. لما تحسي إن القلق هيبتدي، وقفي كل حاجة، حطي إيدك على قلبك وغمضي عينك، وخدي نفس عميق وهادي من مناخيرك.
وطلعيه ببطء شديد من بقك، كأنك بتطبطبي على قلبك من جوه. كرريها 5 مرات. الحركة البسيطة دي بتبعت رسالة فورية لجهازك العصبي بتقوله: خطر مزيف، إحنا في أمان. الفضفضة على ورق. تمرين 10 دقايق. خصصي 10 دقايق في يومك ومعاكي ورقة وقلم، اكتبي كل الدوسة اللي في دماغك من غير أي رقابة أو أحكام. اكتبي: أنا خايفة من كذا، أنا قلقانة من كذا، أنا متضايقة من كذا. فرغي كل حاجة على الورقة دي. لما بتخرجي الأفكار دي من دماغك وتحطيها قدامك، هي بتفقد جزء كبير من قوتها وسيطرتها عليكي. قوة الانتصارات الصغيرة. القلق بيكبر لما بنبص على كل المهام الكبيرة اللي ورانا. اكسري الدايرة دي. قسمي أي مهمة كبيرة لخطوات صغيرة جدا. بدل هرتب البيت، خليها هرتب درج واحد بس. بدل هخلص المشروع كله، خليها هكتب أول فقرة بس. كل خطوة صغيرة تخلصيها هي انتصار صغير بيعلي ثقتك في نفسك وبيسكت الصوت اللي بيقولك انتي فاشلة. يا حبيبتي، الرحلة لسه في أولها، والمشاعر دي مش هتختفي بكرة الصبح. لكن الوعد اللي بوعدهولك إنك كل يوم هتكوني أقدر على فهمها واحتوائها. كل يوم هتكوني أقرب لنفسك. دي كانت حلقتنا الأولى من بداية رحلة الوعد، ودي مهمة قناتنا وصفحتنا. أنثى وعدت نفسها إننا نكون معاكي في الرحلة دي خطوة بخطوة، وانتي بتكتشفي قوتك الحقيقية، قوة احتواء ضعفك. استنيني الأسبوع الجاي عشان نتكلم أكتر عن العصبية ونعرف إزاي نتعامل معاها قبل ما تسيطر علينا. لحد ما نتقابل تاني، خليكي رحيمة بنفسك، ولما الصوت اللي جواكي يتكلم اسمعي. فاكرة؟ انتي أنثى وعدت نفسها، وانتي قد الوعد. سلام يا جميلة.